في 2006 المواقع الإخبارية المشهورة جدا في لندن اتكلمت عن خبر غريب جدا، وهي عودة ظهور صناديق ميرلين للساحة مرة تانية. وكانت منزلة صور غريبة جدا لمخلوقات أغرب، مخلوقات احنا ما بنشوفهاش إلا في الكرتون أو الأفلام أو المسلسلات الخيالية، مخلوقات كلها من أرض الخيال. بس المريب إن الصور دي كانت حقيقية تماما، وإن الجثث المتحنطة دي لكائنات حقيقية. وطبعا بجانب الصور كان في مقال كامل بيحكي عن الكائنات دي وعن صاحبها توماس ميرلين. توماس كان واحد من أشهر علماء الأحياء في عصره، وكان مهتم جدا بدراسة الكائنات الغريبة. الشغف ده ورثه من باباه، واللي كان رفيق في رحلته في غابات الأراضي البعيدة. فلوسهم ونسبهم الأرستقراطي كان مساعدهم لدخول أي بلد. وبعد فترة مات باباه عشان يسيب ابنه توماس معكومة من الأبحاث والمخطوطات والتشريحات لكائنات غريبة نوعا ما. فبيقرر توماس يكمل حلم والده ويسعى أكتر في البحث عن مخلوقات وكائنات لم تراها عين الإنسان. وقدر فعلا توماس يجمع عدد كبير جدا من الكائنات دي، ولكن كانت دايما بتواجهه مشكلة، وهي نظرة الناس ليه إن هو دجال وساحر. وده راجع لأسباب كتير جدا، أهمها إنه كان دايما لوحده في قصر كبير جدا وملهوش لا معارف ولا قرايب. وكمان إن توماس ما بيكبرش مهما عدت عليه عشرات السنين، بيفضل دايما بمظهر الرجل الأربعيني، شوجر دادي يعني. وزاد الطين بلة لما قرر يعرض مجموعة من الكائنات دي للناس، ودي كانت نهايته مع التعاملات البشرية، لأنهم رفضوا أبحاثه واكتشافاته ووصفوه بالساحر المشعوذ، ورفضوا تماما التعامل معاه. ومن وقتها اختفى توماس، وما بقاش حد يعرف عنه أي حاجة، ولا حد بيجرؤ يدخل القصر بتاعه. وبعد أكتر من 100 سنة على اختفائه، وتحديدا سنة 1960، وصل اتصال لواحدة من دور الأيتام في لندن من شخص اسمه توماس ميرلين، بيبلغهم إنه اتبرع بقصره لأطفال الملجأ، بس بشرط إن القصر ولا يتهد ولا يتباع. وطبعا كانت فرصة عظيمة للملجأ، واللي قرر يعمل فيه شوية تجديدات. وبالصدفة البحتة أثناء عملية الترميم اكتشف واحد من العمال سرداب طويل ورا حائط كان بيهده. وبعد ما نزل السرداب مع مجموعة من العمال، لقوا قدامهم آلاف من الصناديق، وصل عددهم ل5000 صندوق، وكلهم مقفولين بإحكام. وده اللي خلاهم يعتقدوا إنه كنز. بس المفاجأة كانت وقت فتح الصناديق دي أطفال بقرون وأقزام صغيرة، فراشات بيتوسط جناحاتها جسم الإنسان، جماجم ومصاصين دماء، هياكل عظمية غريبة، وكتير من الجينات الصغيرة، وغيرها من الهياكل اللي لا معروف أصلها ولا نوعها. وطبعا ما كانش قدام العمال دي أي حاجة إلا إن هم يسلموا الصناديق دي للحكومة. ومن وقتها اختفت الصناديق دي سنة ورا سنة لغاية ما وصلنا لسنة 2006، وظهرت الصناديق دي مرة تانية في إيد شخص اسمه أليكس، واللي قرر يكمل مسيرة توماس ميرلين ويدافع عن حقه وجهده في اكتشاف الكائنات دي. أليكس قرر يعمل متحف باسم ميرلين، وعرض فيه كل الصناديق دي والكائنات اللي جواها والمخطوطات ومواضعها اللي كانت ساعتها سابقة زمنها. وكان بيتكلم ميرلين ساعتها عن تعدد الأكوان والعالم الموازي والسفر عبر الزمن وفيزياء الكم وغيره وغيره. كتير من العلماء طبعا شككوا في الصناديق دي وطلبوا من أليكس إعطائهم عينات يعملوا عليها تحاليل، لكنه رفض يعمل كده تماما، واكتفى باستقبال زواره في المتحف وإن هو بيحكي لهم قصة الصناديق دي. وبعد فترة من شهرة المتحف ومحتوياته، اعترف أليكس إن هو اللي عامل كل الجثث دي، أو بمعنى أصح عمل مجسمات مزيفة، وقال إن هو ضاف ليها قصص توماس ميرلين عشان تزود حبكة القصة شوية والناس تصدق إن دي حقيقية. وطبعا اللي ساعده في تكوين المجسمات دي موهبته القوية في فن النحت والتصوير، المشروع اللي أخد منه 15 سنة، وإنه من البداية كان بيلفت النظر لقضية تقبل وجود كائنات غريبة معنا على الكوكب، وإنه من كتر ما كان بيشوف المجسمات اللي عملها عينينا هتتعود على رؤية الكائنات الغريبة دي، فلما يحصل ونشوف أي حاجة غريبة ما نخافش منها ونقتلها، ولكن نتصالح معاها ومع فكرة وجودها معانا. ورغم اعتراف أليكس الصريح لتزييفه للكائنات دي، إلا إن جزء كبير جدا بيؤمنوا إن أليكس اتعرض للتهديد من القوى العليا اللي بتحكم العالم، واللي من مصلحتهم إن الشعوب ما تعرفش إن الكائنات دي حقيقية، لكن هم بدورهم شايفين إن هي حقيقية 100%. بس أليكس خاف يقول وغير رأيه فجأة عشان خايف من حاجة أقوى منه. شفت إن أنت ممكن يبقى قدام شيء شايفه ولمسه هو يطلع في الآخر مسرحية؟ خبراء ومحللين كتير جدا في مجالهم اتلخبطوا واحتاروا، وده اللي حصل فعلا في جلسة الكونجرس اللي اتعملت في المكسيك.
واللي اتفاجئنا فيها بخيمي معزن لجثتين محنطين لكائنات فضائية. واستغل شغف الناس ومتابعتهم القوية الفترة الأخيرة في اعترافات الجنود في الكونجرس الأمريكي برؤيتهم للأطباق الطائرة والأجسام الغريبة اللي كانوا بيشوفوها في السماء. خيمي قال إن هو لقى الجثتين دول من حوالي 6 سنين في منجم في بيرو، ولما عمل عليهم تحاليل اكتشف إن عمرهم أكتر من 1000 سنة، وإنه لقى جواها ما يشبه بالبيضة، وإنه لما عمل عليهم تحاليل اكتشف إن هم مش بشريين زينا. وطبعا الفترة الأخيرة الدنيا اتقلبت على ادعاءات الأخ خيامي، وكل العالم تقريبا اتكلم عن الخبر ده. بس الناس اللي عارفة خيامي أو متابعين حوارات الفضائيين هم أكتر ناس مدركين بألاعيبه واللي بيعملها كل فترة عشان يأكد وجود فضائيين، وإنه له صيت كبير جدا في الخداع وإعلانه لحاجات ما حصلتش أصلا. وكمان المعمل بتاع الجامعة اللي ذكر إنه عمل التحاليل فيها طلعت نفت كلامه وقالت ما حصلش تماما، وإنه اداها جلد وعظام حيوانات، وإن هم ما شافوش الفضائيين دول. والشاهد هنا إيه؟ زي ما أليكس رفض إن صناديق ميرلين يتعمل عليها تحاليل، إن كمان خيامي رفض إن يتعمل على الجثتين اللي لقاهم تحاليل. وطالما العرض ده اترفض يبقى كل اللي بيحصل ده عبارة عن شو مش أكتر. فأنت قبل كام سنة مش بعيد يعني حصل عندك نفس الحوار، صناديق وكائنات غريبة وتصريحات أغرب وقصص درامية وناس بتصدق وناس بتصطدم، وفي الآخر كله مزيف. وحصل قبل كده والزمن ورانا إن صاحب الفكرة كذاب، وده كمان هيطلع كذاب، لأن الفضائيين الحقيقيين لما يظهروا مش هيستحملوا يعيشوا معانا ساعة. السلام عليكم.